السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة ملعب المفتش. بسرعة كده اهو كده. أيمن عبد العزيز عمل تصريح جدير إن يقعدوا في بيته 10 قول 20 قول 33. إيه العك اللي قاله ده؟ إيه العك اللي قاله ده؟ لو حد قال له يقول كده عمره ما كان قال كده. إيه التصريح الغريب ده؟ طب الأول ده كان مكانه محمد يوسف، كان يبقى هو المدرب العام مع فيتوريا. قال لك هات واحد صغير ياخد من الخبرات. ده نتيجة طبيعية، نتيجة طبيعية. لما أيمن عبد العزيز يكون بالفكر ده يبقى خد من واحد أبيض. لما طلع في تصريح تاريخي يقول لك لا في بلان ولا في خطط، والناس تطلع تلفزيون تقول خطط 4-1 4-1 3-5-2 4-3-3. المشكلة بقى في العنطزة اللي هو فيها بقى. يقول لك الناس بتوع التلفزيون اللي بيتكلموا. يا حبيبي الكورة دي علم، ده جوارديولا لو سمعك هيجي لك بالشبشب. جوارديولا انت ما تعرفش اي حاجه. طب احنا في الكوره في مصر معروف على الله ان شاء الله، بس ما بنقولش كل عيش. انت حتى بتاكل عيش مش هتلاقيها، وبتتريق على محمد شوقي. تقول لك كان مدرب عام دلوقتي بقى مساعد قطاع الناشئين مع وليد سليمان، ودي مرحله انا عمري ما هرجع لها تاني. طب انت بالتصريح ده وبالمنتاليتي بتاعتك دي هتاكل عيش؟ ده انت عملت تصريح يقعدك في بيتك اساسا. انت مش عارف انت قلت ايه اساسا. هي الكرة ايه بالدهلكه كده؟ كرة علم وكرة تخطيط والكرة. طب انا اقول لك حاجه ليك انت. تعرف ان الملعب فيه 18 مربع عباره عن ايه بقى؟ 3 كولمز و6 رو. تعرف دي؟ معلش. طب تعرف ان في مراحل للعب يا مدرب عام منتخب مصر؟ في مراحل للعب، عارفها ولا اقول لك عليها؟ طيب في 3 مراحل للعب يا كابتن ايمن عبد العزيز. في 3 مراحل للعب. في مرحله البناء ومرحله التقدم ومرحله الانهاء. طب تعرف يا كابتن ايمن عبد العزيز ان في زون 14؟ ان ده اهم زون في الملعب كله. طب تعرف يا كابتن ايمن عبد العزيز ان في الملعب كذا مرحله بتمر بيها، او كذا اريا بتمر بيها. في حاجه اسمها روتيشن، حاجه اسمها ليبنج، حاجه اسمها اللاعب الثالث، حاجه اسمها الجانب الاعمى. وبالمناسبه الجانب الاعمى ده اللي ارسنال فاز على ليفربول من كام يوم. ارتيتا لما فاز على ليفربول استخدم حته اسمها الجانب الاعمى. يا كابتن ايمن عبد العزيز، يا مدرب عام منتخب مصر، يا نهار اسود. تصريح كارثي كارثي انت عملته بصراحه، كارثي. يا جماعه ان شاء الله باذن الله بعد شويه هنزل لكم فيديو النني في ماتش الكونغو. لما قلنا ساعتها هفكركم بيه، قلنا ساعتها النني كان بيلعب ساعتها في الماتش ده هو حمدي فتحي 8 ومروان عطيه كان بيلعب 6. تمام. قلنا ساعتها النني نسي ان هو بيلعب 8 وافتكر نفسه 6. عمل ايه؟ راح استلم. فلما راح استلم فضى مكانه، خلى زيزو اللي هو وينج رايت يرحل مكانه. الاريا بتاعته فضيت، خلق فوضى في الملعب. ساعتها قلنا ايه؟ فيتوريا ما عملش اي رياكشن. لا، كلامنا كده صح جدا. من لا في غبلان ولا في خطه ولا في مربعات في الملعب. يا لهوي لو جوارديولا سمعك. انت عملت تصريح تاريخي. بعد شويه يا جماعه هفكركم بفيديو النني ده هذوك ان شاء الله على البيدج بعد شويه. ان ساعتها قلنا النني نسي ان هو بيلعب 8 مش 6. وساعتها قلنا ازاي فيتوريا ما خدش باله من النقطه دي. اتاري هي ايه؟ على الله ان شاء الله. احنا كده من حقنا كجمهور دلوقتي نعرف ان صلاح كان بيلعب ايه مع فيتوريا. يعني قلنا اكيد في تكتيك في دماغ فيتوريا بقى، لكن بالهبل اللي حصل من ايمن عبد العزيز ده لا، في حاجه كده غير مفهومه. ده يا جماعه كان بقين كده لازم نقولهم على التصريح غير مسؤول وغير مسموح نسمع تصريح زي ده من مدرب عام منتخب مصر. حاجه بجد لازم يطلع يعتذر ويقول لك انا اي زملكاوي مكروه. انت متربي من صغرك ان انت ايه؟ عندك مؤامرات بتكره الاهلي. يا عم اي زملكاوي مكروه ايه؟ ده الاهلاويه كلهم بيحبوا حازم امام. انا بعشق حازم امام، بعشقه عشق حازم امام ده. تقول لي الزملكاويه مكروهين واسامه نبيه ومش انت بتعمل ايه؟ كام عن نفسك يعني. وهيبي يقول لك طب مهند لاشين، تقول له انا مش فاضي، انا مش دكتور نفساني انا مدرب. طب انت ككوتش بتعمل ايه؟ نزلت مهند لاشين عشان شوط ضربه جزاء، لاعب خايف في الوقت ده. اي حد من الشارع طمنه بكلمتين، طمنه يا عم خليك دكتور نفساني ثانيتين. طب انت ككوتش عملت ايه يا جماعه؟ تصريح كارثي بمعنى الكلمه. ده كان مدرب عام منتخب مصر
قلنا امبارح كانت معطيات خاطئه هيديك في الاخر نتيجه زفت. او ده المدرب العام لمين؟ لروي فيتوريا. بس ايمن عبد العزيز كان مدرب عام لمين؟ روي فيتوريا. بس يا كباتن بعد شويه ان شاء الله باذن الله هنزل لكم فيديو النني اللي نسي فيه انه بيلعب 8 مش 6، وروي فيتوريا انها ماشيه على الله ان شاء الله. والله العظيم ده عدل ربنا ان احنا طلعنا بالبطوله دي عشان المدرب ده وكابتن ايمن عبد العزيز يمشي المنتخب. شكرا يا كباتن، السلام عليكم.